الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، جاءني أحد الشباب منذ فترة ماضية وبدأ يعرض مشاكله، وما هي أكثر مشاكل الشباب؟ قال: أشتكي من كثرة الهموم والغموم، أشتكي من قلة التوفيق في كل شأن من شؤون حياتي. ما طرقت بابا إلا وجدته موصدا مغلقا، ما أقدمت على مشروع إلا باء بالفشل. زيادة على هذا وجع يلازمني في بطني، عرضت نفسي على الأطباء، تنقلت من مكان إلى مكان طلبا عن العلاج ولم أجده. قلت مستعينا بالله: المريض إذا مرض يذهب إلى الطبيب، والطبيب ينظر في أعراض المرض ثم يبدأ بتشخيص المرض، فإذا اكتشف العلة واكتشف المرض نصح بالدواء. والمطلوب من المريض حين يعطى الدواء أن يحافظ عليه بكميته المحددة في وقته المحدد. قلت أيضا له: المطلوب منك أنك تحافظ على الدواء. قال: لا توصي حريصا، فلقد تعبت وأنا أبحث عن العلاج والدواء. همومي كثيرة، مشاكلي كثيرة، آلامي التي أقضت مضجعي، فلا أهنأ بطعام ولا بشراب ولا بمنام. قلت: العلاج موجود، لكن المطلوب منك أنك تحافظ على العلاج وتداوم عليه. قال: وما هو؟ قلت: 5 صلوات، 5 صلوات في اليوم والليلة، من أداهن حيث ينادى بهن، يعني في المساجد، من أداهن حيث ينادى بهن كن له نورا وضياء وبرهانا يوم القيامة، ومن ضيعهن ضيعه الله يوم القيامة. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وأي هدى أعظم من المحافظة على الصلوات؟ ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال: رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. هذا هو العلاج، هذا هو علاج ذلك الشاب وعلاج مشاكل كل واحد منا، أن يطرق باب الطبيب 5 مرات وأن يرتمي بين يديه
ويرفع إليه الحاجات والمسائل ويبتهل إليه بالدعاء والتضرع. والله لن تحل مشاكلنا ولن تكشف همومنا ولن تتبدل أحوالنا إلا إذا استقمنا في الصلوات. حالنا مع الصلوات يبكي العين ويدمي القلب ويقطع الجبين. انقسم المسلمون مع صلاتهم إلى 3 أقسام: قسم لا يصلي ولا يركع ولا يسجد لا بالليل ولا بالنهار، أسماءهم عبد الله وعبد الرحمن. كذبوا والله، كذبوا والله. لو كانوا عبيدا لله ما خالفوا أوامر الله. فلا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. والله نعرف كثير من الله عليهم بالاستقامة والهداية، سألناهم عن أحوالهم في الصلوات. كثير منهم يقول مرت علي سنوات لم أسجد فيها ولم أركع، سنوات لم يسجدوا لله فيها ولم يركعوا. أي حياة هذا؟ والله لن يستقيم حال الإنسان إلا إذا استقام على صلاته. والله إنك لن تتقرب إلى الله بقربة أعظم من المحافظة على الصلوات. قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. والله لن ينفعك صوم ولا حج ولا زكاة ولا أي نوع من الأعمال إلا إذا صلح أمر الصلاة. أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة سيسأل عن صلاته. إن استقامت وصلحت نظر الله في باقي الأعمال، وإلا قدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قسم لا يركع ولا يسجد، وهم كثير وهم كثير. امتلأت منهم البيوت وانتشروا في الطرقات، تراهم في المجمعات وأوقات الصلوات يغدون ويروحون كأن الأمر لا يعنيهم. اسم آخر هم أيضا كثير، يقدمون ويؤخرون، ينامون ويتكافلون، يلعبون ويلهون. إن استيقظ من نومه صلى، إن انتهى من لعبه صلى، إن انتهى من أكله وشربه صلى. تناسوا أن الله قال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. تناسوا أن الله قال: لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. تناسوا أن الله قال: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. لو أنك موظفا في شركة من الشركات أو مؤسسة من المؤسسات ودوامها يبدأ في 7 صباحا، فإذا بك في اليوم الأول تأتي بعد 20 دقيقة من مرور الوقت ويستقبلك الرئيس سيغض الطرف عنك. فإن جئته في اليوم الثاني سيخاطبك ويقول لك إن نظام المؤسسة ودوامها يبدأ في 7 لا في 7:30. ثم إذا تكرر منك التأخر فتعطى إنذارا شفهيا أو إنذارا خطيا. فإذا تكرر منك التخلف والتأخر فلا مكان لك، فلا مكان لك في تلك المؤسسة. هذه مؤسسة وشركة من الشركات، فكيف بالذين يتأخرون عن طاعة رب الأرض والسماوات مرات ومرات؟ قال صلى الله عليه وسلم: ولا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. لا زال أقوام يتأخرون حتى يؤخرهم الله. فقسم لا يركع ولا يسجد، وقسم يقدم ويؤخر ويتهاول ويتكاسل، وهم كثير. لا ينطلقون إلى المساجد إلا إذا سمعوا الإقامة أو انطلقت الصلاة بعد 1 أو 2. تناسوا أن الله قال: السابقون السابقون أولئك المقربون.